السلام عليكم مشتركات رنيم ديزاد، ونقول مرحبا بالمشتركين جدد واللي أول مرة يشوف فيديوهاتي نقولكم يسعدني أنكم تنضموا لقناة رنيم ديزاد اللي فيها فيديوهات بسيطة وأكيد رايحة تنفعكم. هنايا جبت لكم ترقيط تاع الزيتون، أنا ندير هنا في لافاريون تاع الزيتون اللي إن شاء الله نديرو بها العولة تاع هاد العام. إن شاء الله حبيت نبارطاجي معكم هاد الوصفة وإن شاء الله تنفعكم. هنا البنات شريت هنايا شيت 4 كيلو تاع الزيتون، هدايا جاي مخلط فيه الكبير وفيه الصغير. هنايا هكذا نشروه. مازال ما درنا له والو. اول حاجه كي نجيبوها نغسلوه مليح ونحولوه هذوك الوريقات تاع الزيتون اللي يجوا فيه، نقوموا بعمليه تنظيف جيده. هنا ما كي تغسلوا هذوك الحبيبات اللي تلقاوهم طيبين يعني معفجين نحوهم وخيروا غير الحبات الملاح. هنا تجو تشلحوه. بما هنايا كاين اختيارين، اللي يحب يدير زيتون كاسي يعني يكسروا يحطوا هكذا ويدرسوا بكاش حاجه، ولا انكم تشلحوه. انا نحب نشلحو انه الحبيبات كانوا كبار وكنت حنفرق منهم باش ندير تاع شلاضه وحدهم والزيتون المشكل وحده. ويلقى عند ليكم الاختيار، اللي حب يدير زيتون كاسي يكسروا بكاش حاجه. هنا بعد ما تشلحوه كامل شوفوا كيفاش تكملت كامل حبات. انايا شيت 4 كيلو وفرقتهم على 2 ليانات، 2 كيلو منا 2 كيلو منا. درت هذيك لا طرونش تاع القارص باش اللون تاع الزيتون يقعد لي اخضر، تعمروه كامل حتى السطح تاعو بالماء، يا اما الماء يكون مياه معدنيه ولا الماء تاع البير ولا الماء تاع الحنفيه، لكن بشرط انكم تغلوه وتخلوه يبرد. هنايا كيف كيف راني نعمر في اليوم الثاني. هنا بيتو ليله كامله، هذه اليوم الثاني راني نوري لكم. وديروا له الكل هكذا انا اسمها هذوك ليانات ماهمش معمرين كامل. ديروا مغرف كبيره تاع الملح هذا الخاشن كيما راكم تشوفوا، هذا تشروه نورمال عند اللي يبيع الاعشاب، وتدخلوه في هذاك الماء وتقعدوا تبدلوا الماء يعني صباح وعشيه، خطره صباح وخطره عشيه تبدلوا له الماء تاعو حتى تتحصلوا على هاوليك الزيتون. انا درت هذه العمليه مده 5 ايام، تبدلوا له الماء صباح وعشيه. هنا راه وجدت الزيتون تاعي كيما راكم تشوفوا. دوكا راح نديرو لا فاريون تاع الزيتون ولا الزيتون المشكل. درت له كاس تاع زيت الزيتون. هنايا قسمته على نصفين هذاك الزيتون اللي درتو، ماشي هنا راه قريب 2 كيلو. هنا رايحه نشكلو، درت له زيت الزيتون، درت له زروديه تجي مقطعه صغيره، شكلوه كيما تحبوا وبالذوق اللي تحبوه. هنا جبت له راس تاع توم كامل قطعته شرائح كيما راكم تشوفوا وزدتها له. التوم تاني كيعطي له بنه هايله. ودرت له زريعه البسباس كنت غسلتها. تقدروا مام ديروا الكزبر ولا ديروا حبه حلاوه كيما تحبوا، انا كانت عندي غير زريعه البسباس. وجبت له هذا الفلفل الاحمر، هذا قطعته شرائح، وكاين حبيبات خليتهم هكذاك باش يعطينا في التبسي تاعنا يجينا الشباب تانيك ويعطينا لون هايل. والزيتون والفلفل الاخضر كيف كيف قطعته شرائح. انا باش ما يجيش بزاف حار، يعني الكميه اللي درتها اكيد حيجيني حار. ولهنا نكملو درت له وريقه تاع الرند، ورق الغار، ودرت له شويه تاع البسباس مقطع تانيك صغير. درت واحد 2 حبات بسباس صغيورين. وتجيبوا القارص وتقطعوه هكذا تانيك طراف صغار. جبت هنا حبه تاع قارص كبيره وقطعتها طراف صغار. التوابل عندنا فلفل دريس ماشي حار، فلفل حلو. وديروا كما حنا نقولوا العكري، وديروا الكركم والفلفل هما اللي حيمدوا له اللون لهذاك الزيتون تاعنا يجي صفر وشباب كيما اللي نشوفوه في المحلات ويجيكم هايل. هنا العمليه هذه بزاف هايله. نبداو نخلطوا ندخلوا داك الزيت والتوابل كامل نخلطوه مليح. شوفوا هاد الممتعه هاد العمليه، ونحب هاد الوصفات خاطرش نتمتع كي نكون ندير فيهم، نخرجوا على المألوف. وعلى بالك بلي حديري العوله تاعك تاع العام يعني ديريها بكل حب. تقدروا هاد الوقت هو تاع الزيتون البنات تبروفيتيو منه، وقريب ان شاء الله رمضان. والله الوصفه راح تلقاوها بزاف. هنايا بعد ما كملت هاد العمليه جبت هادوك البلارات تاوعي اللي حندير فيهم هاد الزيتون المشكل. هنايا اخترت انه ندير بلارات تاع الزجاج، على خاطر راهم يقولوا لنا وينصحوا فينا بلي الزجاج هو افضل شيء باش تصبروا فيه المصبرات تاوعكم ويضاين لكم كتر وكتر. هنايا درت هادو كنت غليتهم وخليتهم يبردوا، ودوك راني نعمر فيهم كيما راكم تشوفوا. هنايا هكذا تعمروهم. درت لي طرونش تاع القارص دوك نوريلكم. جبت هكذا لي طرونش تاع القارص تحطوهم الطرف هكذا،
وهادوك الفليفلات الحارين كيف خليتهم. هادوك الفليفلات يعني ميم قلت لكم كي تحطوهم في التبسي يجوا شابين هكداك صغيورين. وكملت كامل العمليه تاعي، عمرت كامل هاد البلارات الله يبارك. جاني هادو 2 كيلو الاولين عمروا لي هاد الزوج وعمروا لي باطه كبيره. هنا أنا كنت نتمتع نقطّع في الحار، وكنت يعني متحمسة ونخلّط هكذا بيديا كيفاش راني نرفد. أنا هذاك التوم هذاك اللي لقيته يعني يهبط لتحت هو راني نحط فيه لتما. بصح ما ننصحكمش مع الآخر، خلّصتها غالية مع يديا عشية كاع وأنا نعاني. فريمون يعني هذاك الحار ضرني في يديا في زوج. هنا ديروا لي غون كي تكونوا تعملوا بهاد العملية، يعني ننصحكم مسبقًا. هنايا هادوك 4 كيلو أنا اخترت هادوك الحبيبات الصغيورين هما اللي خيرتهم هكذا درتهم في هاد البليورات باش ندير بيهم، نحطوهم غير في لاصالاد من الفوق نزينو بيهم ويجو شابين صغيورين. والحبات الكبار هما اللي درتهم في الزيتون المشكل. هاد البليورات درت لهم غير ماء وملح، مياه معدنية والملح الخاشن. دوبتهم وعمرتهم في هاد البليورات. كاين اللي يحب يدير في الترقة تاع الزيتون يدير لاسيد سيتريك، بصح انا ما ننصحش بها، ماشي صحيه. الله يبارك عندنا القارص ايبان ديروا هكذا دي ترونش تاع القارص راح يطيب غير في الماء والملح والقارص. وهكذا تغلقوا هاد البليورات وتخلوهم فوق البوطاجي مده 3 ايام، وانتم تحلوا عليهم وتغلقوا تحلوا عليهم وتغلقوا. من بعد راح تحتفظوا بهم في لي بلاكار تاعكم يشد لكم حتى العامين. هاد الزيتون هنا الماء اللي رايحين نرقدوا به، هنا كل ريتله تاع الماء ديروا لها 100 غرام تاع الملح الخاشن. وتعمروا هكا تذوبوا مليح هذاك الماء وتعمروا به حتى للسطح هذاك الزيتون تاعكم. ولا كاين واحد الطريقه وراها لي الاب ديالي، انكم ديروا الماء تاعكم المعدني وتزيدوا له الملح وترموا حبه تاع البيض، يعني ماشي بالقشره تاعها. كي تشوفوا هذيك حبيبه تاع البيض راهي تطفو في الماء من الفوق تفلوطي، عرفوا بلي الماء تاعكم راهو مليح في الملح وتبداو ترقدوا به هذاك الزيتون. هنا راني عمرتهم كامل كيما راكم تشوفوا حتى للسطح. وتغلقوا هذوك البليورات وقلت لكم خلوه في البوتاجي مده 3 ايام وتتفتحوا وتغلقوا عليهم. وفي الاخير هاوليك النتيجه اللي تحصلت عليها في 4 كيلو. عمرت لي زيتون مشكل هكذا 3 بلارات كبار، والزيتون هذا الصغير هاوليك واش خرج لي الله يبارك العلا تاع العام هذا ان شاء الله. هنا ضروري انكم تفتحوا عليهم كل يوم لمدة 3 ايام باش يخرجوا هادوك لي غاز تاعهم. وما تنساوش المياه المعدنية هي اللي لازم ترقدوا بها هاد الزيتون تاعكم. والملح من الافضل يكون خاشن. وان شاء الله تكون الوصفة عطيتها لكم كامل تفاصيلها، وهنا نتمنى انكم تجربوه. هنا الله غالب ما قدرتش نوري لكم النتيجة الاخيرة كيفاش خرج الزيتون، مازال نزيد نصبر عليه. لكن رايحه نحط لكم في لي غيل، نحط لكم الزيتون ها اللي يوجد ان شاء الله ونبارطاجيه معكم. نتمنى انكم تجربوها وديروا لي برك هذاك لو لايك وخلوا لي كومونتير شباب، والى الملتقى ان شاء الله.